الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. صاحب المعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعادة القائم بالأعمال في محافظة عاشير، سعادة مدير الجامعة الحكومية الإسلامية الراميري، رئيس هيئة التنفيذ لمسجد راية بيت الرحمن، سعادة النائب عمدة بلدة عاشير، أصحاب السعادة العمداء، أيها الحفل الكريم، أرحب بكم في هذا اليوم المبارك الأضر، والذي نسعد فيه جميعا بلقاء معالي مدير جامعتنا المباركة. أرحب بكم في صرح من صروح جامعة الإمام التي لا تغيب عنها الشمس. إن زيارتكم يا معالي المدير لمعاهد جامعة الإمام بالخارج له ترجمان لجهودكم المباركة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، فهم دائما وأبدا يقدمون الغالي والنفيس لأبناء العالم الإسلامي لنشر اللغة العربية والعلوم الإسلامية ووسطية الإسلام بعيدا عن الغلو والتطرف والتحزب، فلهم من الدعاء بأن يحفظهم ويحفظ بلادنا من كل سوء. معالي مدير الجامعة حفظك الله، إن معهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يواصل إنجازاته ويستمر في العطاء بدعمكم الكريم له، وإن المعهد يسعى في تحقيق الأهداف المرسومة لهم بالتوجيهات المباركة من عميد شؤون المعاهد في الخارج الدكتور هداد بن محمود العتيبي، ولمتابعة مستمرة من عميد معهد العلوم الإسلامية والعربية في اندونيسيا الدكتور غازي بن عبد العزيز وسرحان. كل ذلك من أجل الارتقاء بتعليم اللغة العربية ونشرها في المجتمع الإندونيسي عموما وآتشير خصوصا. وإننا نسعى في هذا المعهد لتوفير المناخ التربوي المناسب بما يعين الطلاب على مواصلة دراستهم والتزود بالعلم النافع. وإننا في هذه المناسبة نزف لكم بشرى من منسوب المعهد لأن طلابنا أصبحوا ممن يشار إليهم بالبيان في لغتهم وفي علمهم، فهذا معلم في معهد، وهذا طالب دراسات عليا في البلاد العربية، وهذا إمام في جامع، وهذا موظف يترجم لزائر الأجيال أو في حملة للحج والعمرة. ومن الطالبات في معهدنا من تعلمن اللغة العربية بعد حصولهن على رخصة التبليغ، وخاصة في المملكة العربية السعودية. كل هذا من عطاء معهدنا المبارك، جعل الله ذلك في موازين حسنات المسؤولين في جامعة الإمام، والحمد لله أولا وآخرا. معالي المدير رعاك الله، إن من واجبنا في هذا أن نذكر لأهل الفضل فضلهم، وفي الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إننا من هذا المنبر نشكر الله أولا، ثم نشكر صاحب فكرة التأسيس ورواد هذا المعهد من الصفر حتى أصبح على ما كان عليه. إنه الدكتور عبد الله بن حميد السلمي كان مديرا لمعهد العلوم في جاكرتا، ثم عميدا لشؤون المعاهد في الخارج. طرح الدكتور عبد الله السلمي فكرة البناء على المسؤولين في الحملة الخيرية السعودية في أتشير، إذ كان مساعدات كارثة النقل البحري السوداني، وأخذ الإذن من الجهات المسؤولة في جامعة الإمام، فوافقت الحملة على البناء، ووافقت جامعة الإمام على تبني الفكرة، فظهر لنا هذا الصرح المبارك، وتواصل العطاء في عهدكم حفظكم الله. فشكرا لك معالي المدير، وحضوركم هذا شرف لنا، ومتابعتكم لجميع أجهزة جامعة الإمام التعليمية في الداخل والخارج ليس غريبا عليكم، فنسأل الله أن ينفع بجهودكم ويبارك في أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.